السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكمان حبايبي ما ننسوش ندعو لاخواتنا في السودان، واخواتنا في فلسطين، واخواتنا في سوريا، واخواتنا في لبنان، واخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم. اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا آجلا غير عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واربط على قلوبهم بالصبر والإيمان يا رب العالمين. حبايبي دعوة 40 غريب مستجابة، فأتمنى الدعوة لأخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم. وكمان حبايبي بعتذر منكم عشان انا منزلت لكمش فيديو امبارح، انا فعلا بجد تعبانه، ادعولي كده ربنا يشفيني. وكمان انا طلعت بالبث المباشر ده كمان تعبني امبارح اكتر. وكمان حبايبي يعني لازم كنت ارد على الاشخاص اللي هم بيغلطوا في اهلي وبيغلطوا فيا ومن غير ما انا اعرفهم ولا هم يعرفوني، ولا في بيني ما بينهم اي تواصل، ولا في بيني ما بين اي حد على اليوتيوب اساسا تواصل، قنوات نقد او قنوات ضد او مع او اي حد. انا ما فيش تواصل بيني ما بين اي حد على مجال اليوتيوب، الحمد لله رب العالمين. ولما بطلع بتكلم والله صدقوني، انا لو حلمية قايله حاجه غلط او طلعت عملت حاجه غلط انا هطلع انتقدها. اي حد على مجال اليوتيوب عامه كله، اي حد بتكلم عليه بقول الصح صح والغلط غلط، لاني والله ما في تواصل بيني ما بين اي حد خالص، عشان بيقولوا ان انا بيني ما بين تواصل ما بين ريري. والله وريري انا ليها كل الاحترام والتقدير وبحترمها وبحب اسلوبها جدا في النقد. واي شخص يا جماعه لو انت ما جيتش عليه ولا شتمته ولا غلطت فيه، اكيد ما حدش لا هيجي عندك ولا يغلط فيك ولا ايه. دي رساله لكل الاشخاص اللي هم ايه بيحاولوا ان هم يتعدوا على الناس ويشتموهم ويغلطوا فيهم ويسبوهم بدون اي وجه حق يعني. بس يلا حبيبي تعالوا نبدأ الفيديو معاكم. النهاردة هنبدأ فيديوهات كتيرة جدا. يعني هنتكلم في كذا حاجة. هنتكلم في الفيديو اللي عملته رانيا مع زاهية، وهنتكلم مع على مغتربة في فرنسا، وهنتكلم على ضني والحاجات اللي هو عملها، ونتكلم كمان على ام جنى بالفيديوهات اللي هي بتعملها والحاجات اللي بتطلع بيها تبقى يعني مستفزة الناس اللي ظروفهم على قدهم. تفاصيل كتيرة معانا حبايبي، فضلا وليس امرا اللي يقعد يتفرج معايا في الفيديو يفضل معايا لحد اخر الفيديو لو سمحتوا يا جماعة. وبعد كده تحطوا لي تعليق يخص محتوى الفيديو، لايكات كتيرة وتعليقات كتيرة يا احلى واجمل عيلة. وكمان ما ننساشكم من الدعاء ان ربنا يا رب يشفي كل مريض، وربنا يسعدكم وربنا ييسر لكم اموركم حبايبي. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنبدأ بالفيديو اللي عملته رانيا وزاهية مع بعض. بصوا يا جماعه، انا الاول كنت فعلا يعني كنت حطيت عهد على نفسي ان انا ما اقولش على داهيه غير داهيه، بس في نفس الوقت ايه انا ما حملش نفسي اكتر من طاقتها واخد ذنب على الفاضي. هي افعالها هي اللي تتحمل بيها وتاخد ذنب عليها. وفي نفس الوقت يعني انا في الفيديو اللي انا شفته ده منزلاه رانيا كلام زاهية. اول مره الاقي كلام زاهية ان هي بحس ان هي يعني تمكن لعل وعسى دعوينا اللي احنا بندعيها، تمكن لعل وعسى يعني يجمع ما بينهم ويوفقهم ويصلح ما بينهم، حتى لو ما كانش يبقى فيه بينهم ما بين بعض تصوير، على الاقل يصلح ما بينهم على هم اخوات زي ما هم قالوا في الفيديو رانيا وزاهية. قالوا لك ان احنا اخوات، وفي الاول والاخر احنا اللي داخل ما بيننا خارج، وفي الاول والاخر احنا اخوات، مع مجال الوقت ان احنا اكيد هنصطلح مع بعض وهيبقى في تواصل بيننا ما بين بعضينا، وما فيش اي حاجة. احنا اخوات، واحنا اكيد كل اخوات بيبقوا معمولين انهم يبقى في مشاكل، ما فيش مشكلة. انا هقول لكم انه فعلا كل بيت بيبقى فيه مشاكل وبيبقى فيه حوارات، بس الناس ما بتنشرش غسيلها الوسخ، ما بتطلعش وتشهر بأنفسها على اليوتيوب، ما بتطلعش تحكي قصص حياتها على اليوتيوب. كل واحد فيه اللي مكفيه، المتابع فيه اللي مكفيه. غير ان انا اقولك يا زاهية متابعينك لسنتهم طويلة جدا، الفاظهم وحشة جدا، بيشتموا وبيغلطوا وبيقولوا كلام مش كويس على اختك. وانت برضو الغلط اللي انت بتعمليه انك انت بترفعي للقنوات اللي بتشتم في اختك وتسبي فيها منتديات. وانا بصراحة لما دخلت على المنتدى بتاعك ولقيتك حذفتي الفيديوهات اللي انت كنت مرفعاها على اختك، قلت تمكن لعل وعسى تمكن ربنا يهديكي ويصلح ما بينكم، واتمنى من كل قلب يصلح ما بينكم. المهم ان الفيديو كان بيتكلم، رانيا كانت بتقول انه في كان من بعض القنوات، برغم ان احنا يا رانيا ما سمعناش
ولا شفناش قنوات قالوا ان زاهية ضربت رانيا وشدتها من شعرها وبهدلتها والكلام ده كله. رانيا احنا ما شفناش الكلام ده، وما شفناش قنوات اساسا نزلت حاجة زي كده. بس دخلت الفيديو اللي انت عاملاها، آه، مش عايزه اقول لك غير هي، بس هي حبت ان هي يعني حبيت انك انت تعملي تشويه للمتابع وتشويش للمتابع، وان هو يحب يخش الفيديو ويسمعه لحد الاخر. بس اول فيديو احس ان هو يعني في حاجه متقدمه عن الفيديوهات اللي كانت بتعملوها انت او زاهية. انت بتطلعي دايما تتكلمي على حماكي وطليقك وحماتك وطليقك واهل جوزك، وده في فيديو خاص لازم هعمله لك وهنتكلم فيه يا جماعة مختصر بكل الكلام اللي هي كانت رانيا بتتكلم فيه. وكمان عاوزة اقول لكم ان الفيديو الوحيد اللي انا شفت زاهية فيه بتتكلم، حتى بتتكلم ان هي بنت رانيا بتعمل مونتاج فعلا، لان فعلا انا تعبانة. مونتاج للفيديوهات بتاعة الخالة حلمية. بس هي ما ذكرتش، يعني كانت بتقول بتعمل فيديوهات بتاعت الجماعة دول وتنزله. وكمان قالت ان بيقولوا ان انا السبب ده ان انا كنت زعلانة يعني ومتضايقة. لا بالعكس، انا مش زعلانة ومتضايقة عادي، دي قناتهم ودي لقمة عيشهم. اول مرة في حياتي اشوف زاهية بتتكلم كده على قناة الخالة حلمية، تمام. وقالت دي القناة دي قناتهم، دي لقمة عيشهم وده رزقهم، ما فيش مشكلة. كمان لما بنت اختي برضو هي تسترزق انا ما عنديش مشكله. وكمان اللي بيقول ان انا ما كنتش اعرف، انا اعرف من زمان ان هي بنت اختي هي اللي بتمنتج لهم، وان هي ساعات كتير بتعمل لهم حاجات في الصور المصغره والكلام ده. ومش هي اللي ماسكه القناه. رانيا بقى بتصلح بتقول يا جماعه كمان مش هي اللي ماسكه القناه، هي بس ما بتمنتج لهمش غير الفيديوهات بتاعتهم. ولو في حاجه زياده تقصها، لو في حاجه مش عارفه ايه تعمل لها، بدل ما كان في شخص غريب هو اللي ماسك يعني يا جماعه بين الاخوات في حاجات داخل احنا ما نعرفهاش، يعني في حاجات داخلية احنا ما نعرفهاش. فكل اللي نتمناه اللي ما يحب الخالة حلمية ولا اللي ما يحب زاهية يدعي لهم في ظهر الغيب ان ربنا يصلح ما بينهم وربنا يجمعهم على خير. احنا والله مش حابين ان نشوف الفضايح دي كمصريين، احنا مش حابين نشوف الفضايح دي، مش حابين نشوف ان كل شوية كل واحد فيكم يطلع ينهش في لحم التاني عشان يجيب مشاهدات. مش حابين ان كنتوا تاكلوا في بعض لا مؤاخذة زي الكلاب. مش حابين حاجة زي كده. احنا حابين اللي يبقى ما بينكم ان يجمع ما بينكم، وربنا يوفقكم في اللي انتوا بتعملوه وربنا يصلح ما بينكم. وكمان يعني التفاصيل اللي اتكلمت فيها زاهية عشان نبقى حقانين، واحنا قلنا قبل كده يا جماعة احنا قناة حقانية، ان احنا الواحد لما يطلع ينتقد شخص ينتقده في كل حاجة. هي كمان قالت ان في بعض المتابعين بيكتبوا تعليقات هم اللي يعني هي ما حددتش عشان خاطر يبقى ايه، لا حددت متابعين زاهية ولا حددت متابعين حلمية. هي قالت بعض المتابعين بيكتبوا تعليقات تحت الفيديوهات هي اللي بتخلي الواحد نفسه تشيل ويتضايق من اخته، وممكن يحط من جوا منه ايه مشاكل. فالمهم يا جماعة نتمنى من كل قلبنا ان ربنا يصلح ما بينهم وربنا يوفقهم، وربنا يا رب يا رب يا رب يجمعهم على خير. واتمنى من كل قلبي كل متابعين المحترمين ان احنا ندعو لهم ان ربنا يوفقهم، وفي نفس الوقت كل واحد يبقى برضه في محتواه زي ما هي برضه قالت، كل واحد يبقى في محتواه، كل واحد يبقى في بيته وقافل عليه بيته وخلاص ونهدى. وعاوزين بقى هدنة. يعني اول مرة اشوف زاهية تطلع تقول الكلام ده، في بجد انا اول مرة اسمع لها فيديو مفيش تلقيح كلام، مفيش حوارات، مفيش تبلي، مفيش اي حاجة. فعلا بجد اول مرة فيديو اشوف زاهية بتعمله بتتكلم فيه على ان هو في الاول والاخر هم اخوات، وفي الاول والاخر ايد في ايدهم في ايدين بعض هيبقوا في الاخر، واللي داخل ما بينهم خارج. والله واحنا نتمنى، واقسم بالله كقنوات احنا نتمنى انك انتي فعلا يكون كلامك صح، ويبقى كلامك ده هو المظبوط، وربنا يوفقكم ما بينكم. وانت يا رانيا ربنا يهديكي على حالك ونفسك، وربنا يهديكم على بعض ويحببكم في بعض يا رب العالمين. تعالوا حبايبي نخش على اللي بعد منه. مغتربة في فرنسا. يعني مغتربة في فرنسا هنوءة بجد. يعني الواحد الايام اللي عدت دي ما عملش عليها فيديوهات، ففعلا انتي تعديتي كل الخطوط الحمراء يا مغتربة في فرنسا، في طريقة الاكل، في طريقة الوصف، في طريقة التربية، في طريقة الالفاظ اللي انتي بتقوليها.
كمان انك انت بتقولي انك انت رايحه تعملي عمره، والكلام ده اصلا ما حصلش، وان هو ده كان حاجات من زمان، يعني حتى متاجره بالحاجه بتاعت ربنا. فبجد انت عديتي الخطوط الحمراء. وكمان الفيديو اللي انا سمعته لك وانت بتتكلمي الوحده، والمتابعين بيسالوك انت عايشه ازاي بالوحده، فانت شايفه ان هي الوحده ده افضل لك، وانك انت حتى مامتك ما كانتش يبقى فيه بينكم ما بين اي حد، ولا جيران ولا اصحاب ولا اي حد علاقات، غير لما يكون حد من جيرانكم محتاجكم فكان ياخد منكم. ومستوى باباكي هو كان ده يمنعكم. حتى في الصحاب برضو كانوا اخوات صحاب اختك بس اللي انتوا كنتوا تروحوا عندهم وكنتوا بتعملوهم، والتربية ومش عارفه بس النص هنا على التربية. انت معلش من شاب على شيء شاب عليه، يعني انت بألفاظك وكلامك اللي انت بتقوليه ده، وكل شوية تطلعي تتكلمي، شوية تتجوزتي اتخطبتي خليجي مغربي، كل الحاجات دي، غير طليقك اللي انت متهيألي ما بتسيبيش فيديو كده ان هو يبدأ ولا يحصل غير لما تجيبي طليقك رضا في الموضوع. هي حاجة من الاتنين، يعني انت بتحبي طليقك ده ومش قادرة تنسيه، يا اما بتكرهيه وانت مش قادرة انك انت برضو حاسة انك انت ما انتقمتيش منه. فهو ده دايما انك انت بتطلعي وتتكلمي عليه وبتتكلمي في حقه كتير قوي وتسيقي في حقه. فانت حاجة من الاتنين، يا اما انت عاوزة يعني الوضع من الاوضاع يعني الحاجتين، يا لما بتكرهيه يا اما انت بتحبيه ومش قادره يعني مش قادره تنسيه. وبنيجي بقى للتربيه، معلش مع احترامي ليكي وتقولي انت متربيه واحده تربيه، انا شفت لك فيديوهات انت وبتاكلي، يعني بجد اقسم بالله اقسم بالله، يعني التعليقات كلها اللي تحت الفيديو كل اللي بيقولك انت محرومة، انت تربية من شبع من بعد جوعة، انت اللي بتعمليه ده ربنا هيشيل منك النعمة اللي انت اللي انت بتاكليها، انت اسلوبك مش كويس، اسلوبك زبالة. اللي والله العظيم اغلبية المتابعين والتعليقات بتاعتك، غير انك انت بصي على مشاهدات القنوات بتاعتك وقعت وبقيت فعلا مش كويسه خالص. غير انك انت بترجعي وتتكلمي عن التربيه، معلش لما بتيجي بتصوري فيديو وبتحطي الكاميرا لا مؤاخذه وتدينا القنبله من ورا، فده بجد. غير انك انت بتتكلمي عن الهدوم الداخليه لا من غير استحى، من غير اي حاجه، غير انك انت بتتكلمي على المعاشره الجنسيه، برضو فين التربيه هنا فين يا هنوءه؟ التربيه بتنص عليكي على ايه؟ فين التربية؟ هو فين الأخلاق؟ هو فين الهنا الأخلاق؟ ولا فين الدين؟ ولا فين القيم؟ غير انك انت كمان طالعة بتنزلي لنا شرطسات كأنك رايحة السعودية وكأنك انت رايحة تعملوا عمرة، وانت للأسف يعني الحاجات دي أصلا عندك قديمة، كمان متاجرة حتى بالعمرة او بالحاجات اللي هي الدينية. غير انك انت بتطلعي تقولي كلام ما ينفعش اصلا تقوليه، بتفتي في حاجات بتغلطي في الدين في حاجات يعني انت بتعملي اساسا حاجات كلها خارجه. فانت بتتكلمي فين الاسس وفين التربيه وفين الكلام اللي انت بتقوليه؟ وعندك اختك بتقول قال الله وقال الشيخ وبتنصح الناس، انا ما بفهمش هي ما بتنصحكيش انت ليه؟ ما بتنصحلكيش ليه بافعالك اللي انت بتعمليها دي؟ بجد لله الامر من قبل ومن بعد بجد. غير انك انت اساسا بتترقصي يعني شوفي انت سنك قد ايه، وانت عندك بنت، انت اساسا يعتبر كجده ماشي، وبتطلعي تترقصي. معلش الشرطس اللي كنت منزلاه وانت بترقصي صدرك كله ده وبتعملي الحركات المستفزه دي، معلش لما ناس تخش تشاهد الفيديو ده، وكم شفتي كام ذنب انت هتشيليهم؟ كام راجل هيخش الفيديو ده ويشوف الوضع اللي انت بتعمليه؟ فكم ذنب انت هتشيليه؟ فارجعي لنفسك، يعني ارجعي لنفسك، عشان انت اللي انت بتعمليه ده ماشيه في طريق غلط. انت بتنشري حاجات فسق، حاجات مش كويسه، انت اصلا بتشوهي سمعة الناس، يعني بالالفاظ اللي انت بتعمليها وبتقوليها. لما مثلا طفل يخش يشاهد الفيديو بتاعك، يبقى رد الفعل بتاع الطفل ايه؟ لما يسمع الكلام والتأليف في الدين والتأليف في الوضوء والتأليف في انك انت لما مؤاخذة تعملي بومبا ولا فين، يعني كل الحاجات دي اساسا انت بتشوهي بيها الدين وبتشوهي. انت اساسا المفروض اللي زيك ما يطلعش على اليوتيوب. انا فعلا انا بشوف مباحث يعني الانترنت غفلانة ليه عن الناس اللي زي دي، غفلانة ليه على الناس اللي بتنشر الفسق بالطريقة دي. ده انت ما بيعجبلكيش تطلعي ولا تنزلي لا مؤاخذة غير لما تدينا تصدري لنا الطرشة وتطلعي وتنزلي قدام الكاميرا، ولا تطلعي تترقصي لنا.
فراعي سنك واحترمي نفسك. ولما انت بتقولي انك انت متربيه وابوكي كان راجل، يعني طبعا الناس اللي توفوا دول ربنا يرحمهم، المشكله للاسف انتوا اللي بيضطرنا ان احنا نجيب الاهل، علشان انت بتتكلمي عن التربية وبتتكلمي عن الاخلاق وبتتكلمي عن الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي. فبجد لله الامر من قبل ومن بعد، فيكي غير ربنا، انا وكلت الله فيكي، ربنا يهديك على حالك، لانك انت اللي انت بتعمليه ده حاجة خارجة زيادة عن اللازم. فلله الامر من قبل ومن بعد، ربنا يهديك على نفسك يا هنوءة باللي انت بتعمليه. وتبصي وترجعي زي ما كنت الاول، تعملي الروتينات وتعملي حاجه، وبلاش الاسلوب والاكل المستفز، وبلاش الشغل اللي فعلا يعني يقرف، يعني فعلا يقرف بجد، غير طبيعيه. المهم لله الامر من قبل ومن بعد. هنخش على ال المرحله اللي بعد كده. نخش على المرحله اللي بعد كده. طبعا احنا شفنا ام جنى هي جايبه ذكر البط ما شاء الله يعني، وحطاه قدامها وشغاله بتاكل، وشغالين بيجيبوا حاجات وبيعملوا. يعني عاوزه اقول لك يا ام جنى يعني او يا ام جوجو، راعي مشاعر الناس اللي هي بتفضل تشاهدك، وان هي بتفضل تتفرج عليكي. في ناس مش لاقيه في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وفي حال البلد يا جماعه، الغلو اللي احنا عندنا ده، في ناس غلابه اقسم بالله فعلا حقيقي ممكن يكون حتى مش لاقيين يجيبوا 8 كيلو اجنحه بتاعه الفراخ. يعني فعلا يعني في ناس حالتها صعبة قوي. لما انت تجيبي المنظر ده وتحطي وتقولي اصلك ده رخيص، ده الكيلو معرفش ب150 ولا 150 ايه، في ناس مش لاقية الجنيه، مش ال150 جنيه، مش ناس لاقية الجنيه. فانت راعي ربنا في حاجة زي كده، وانك انت بتاكلي يا ستي الحاجات دي اعمليها في بيتك، كلي انت واولادك وجوزك بألف هنا وشفا على قلبك، لكن ما تطلعيش حرام عليكي. يعني في ناس ممكن بتبقى قاعدة تتفرج عليكي، يعني بتستفزيها بالطريقة دي. وما تنسيش ان المتابعين دول هم اساسا اللي بيخلوكي تقبضي. يعني المتابعين دول اللي بيتفرجوا عليكي هم اللي بيخلوكي تقبضي، وهم يخلوكي تروحي تشتري البط وتشتري الحمام وتشتري الاكل اللي انت بتاكليه وبتاكليه. فراعوا ربنا في الافعال اللي انتوا بتعملوها في الناس، فعلا بجد راعوا ربنا. لان يعني يا جماعة لله الامر من قبل ومن بعد. انت لما انت تعملي حاجة زي كده يا ام جنى قدام المتابع، واحد غلبان ظروفه تعبانه هو واولاده قاعدين بيتفرجوا عليكي، اولا صدقيني الحاجه دي بتضرك، لان الشخص بيعشم في الحاجه ونفسه بتروح عليها لان هو محروم منها. وفي نفس الوقت انت بتضر الشخص اللي ظروفه تعبانه، والمتابع اللي هو خشش بيشاهد الفيديوهات بتاعتك وظروفه تعبانه. انت بتتكلمي عن 150 جنيه و200 جنيه و300 جنيه، في ناس مش لاقيه الجنيه يا ام جنى، في ناس ظروفها صعبه. ايه ما بتنزليش تشوفي الشارع، ما بتنزلش تشوفي الناس كتير جدا بقت متسولة في الشارع بتشحت عشان تاكل وتشرب، او بيبيعوا مناديل، او ناس الظروف على قدها، الناس اللي بتبيع خضار على نص الشوارع. طبعا الناس دي كلها يعني الناس اللي بتشقى وتتعب وتقوم من فجر ربنا دي نقول لها الله يعينك على اللي انت فيه والله يعينك على ظروفك. ففي ناس كتير قوي يا ام جنى هتلاقيها ظروفها صعبة جدا، هتلاقيها حالتها صعبة، ان هي مش قادرة تاكل، مش قادرة تجيبي اللي انت بتاكليه. فانك انت تجيبي الوضع ده والمنظر ده وتحطي حاجات زي كده وتفضلي تطلعوا وتاكلوا وتتبصوا، يعني بجد الواحد يا جماعة الموضوع ده بيستفزه اكتر ما انتوا تتخيلوا. لان فعلا بجد يعني اللي هو حاصل ده ما يرضيش ربنا. يعني انا كواحدة، يعني في ناس كتير بتقابل الواحد بظروفه، ولا الواحد لما يطلع ويقولك اصلك احنا رايحين نعمل اكل للناس عشان نوزعه. يا عم اللي انت بتعمله عشان توزعه اطعام دي خليك بينك ما بين نفسك، لان انت كده كده بتعمل الحاجة دي لله، مش بتعملها عشان تطلع تشهر نفسك على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا على اللايفات اللي انتوا بتعملوها. في الاول والاخر المتابعين هما اللي بيعملوكي. وفي واحده بتسالك في اللايف بتقولك هو اليوتيوب بيجيب فلوس، بتقول لها لا يا حبيبتي اليوتيوب ما بيجيبش فلوس. بيجيب منين فلوس اليوتيوب؟ هو ده عشان لما هو اليوتيوب ما بيجيبلكش فلوس، وما انت قاعده عليه ليه؟ بتعملي لايفات ليه؟ بتفتحي عليه بثات وفي لايفات ليه لما انت شايفه ان هو ده ما بيجيبلكيش يا ام جنى فلوس يعني؟ وبتطلعي توجعي قلب الناس انت وبتاكلي، وانك انت حاطه، وانك انت جايبه انت وجوزك واولادك وقاعدين بتاكلوا. يعني لله الامر من قبل ومن بعد. يعني كل الواحد ما بيشوف الحاجات دي بيقول يا جماعه احنا ليه بقينا في اخر الزمن؟ احنا ليه ما بقيش نحس ببعض وظروف بعض؟ احنا ليه بقينا نطلع ننشر كل امورنا وحياتنا الخاصه بينا على اليوتيوب؟ ليه بنعمل كده؟ ليه ما كل واحد فينا يخلي حاجه؟ بيقول ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك يعني
حاولوا انكم انتوا تخلوا حياتكم بالكتمان، يعني تواصلوا بيهم كده بالكتمان، يعني تواصل واعمل امورك الخاصه بيك في الكتمان، يعني كتم على الحاجه اللي انت بتعملها. وفي الاخر نطلع نقول اصلك فلان عمل حادث، اصلك فلان حصل له ايه، اصلك فلان اتطلقت، ما من افعالكم اللي انتوا بتعملوها، من افعالكم، من الحاجات اللي انتوا بتحطوها وبتنزلوها. فبجد يا ام جنى راعي ربنا في اللي انت بتعمليه والمحتوى اللي انت تطلعي بيه. اعملوا روتين زي ما انت عاوزه، بس بلاش شغل انك انت تجيبي لك بطتين تحطيهم وتحطي لك طبقين 3 4 محشي وتحطي لك معرفش ايه وتاكلي وتعملوا روتينات، وتعملوا الحاجات اللي انت بتعمليها وتستفزوا بيها الناس اللي ظروفها تعبانه اللي هي بتتفرج عليكم. والله يا جماعه الناس دي بتتاثر نفسيا، فبجد ما تخلوش يعني الاشخاص اللي زي كده نفسهم تصعب عليهم اكتر من اللازم. فعلا الدنيا صعبه جدا هنا والدنيا غاليه، فلله الامر من قبل ومن بعد. وتعالى يا جماعه نخشوا كمان على المرحله اللي بعد كده اللي هو ضني وياسمين. طبعا احنا كنا عرفنا ان ياسمين كانت غضبانه وراحت عند اهلها، وبعد كده ضني راح خدلها الفسيخ والرنجة، وشفته هو مش عاوز يحط الفسيخ والرنجة في العربية عشان ريحة العربية. طبعا هنا اساسا نقول طب يا ياسمين، هما كانوا حابين يطلعوا ترند، يعني هما كانوا حابين يطلعوا ترند، وده دليل في فيديو كانت هي منزلاه بتسمع يعني ناس فيديو كده الصوت بيقولك ان هم حابين يطلعوا ترند زي سماح كده لما طلعت الترند ان انا هتطلق والكلام ده، بس هم ما عرفوش يحبكوه زي سماح يعني. فقالك نلموه بدري بدري عشان الموضوع اتكشف زاد عن اللازم. بس هنا في سؤال، هو ضني راح السماح الياسمين عفوا الياسمين، والله من كتر افعالهم الكتيره جدا وحواراتهم كتيره جدا اللي على اليوتيوب الواحد ما بيبقى عارف يخلص نفسه من واحد لواحد منهم، يعني بصراحه يعني لله الامر من قبل ومن بعد بالافعال اللي هم بيعملوها. ربنا يهديهم على انفسهم عشان احنا تعبنا من اللي بينشروه لنا بالطاقات السلبيه اللي بيحطوها لنا على اليوتيوب يعني. فانتي يا ياسمين، هو ضني المفروض ان هو راح لك وجاب لك فسيخ وجاب لك رنجة علشان يصالحك وراح لك، والمفروض انك انت وهو نزلتوا ورحت جبت ابنك من العربية، وكمان جبتوا ابنك ورجعتوا بيه تاني، وقلت انك انت الفيديو ده ما كفاش عشان ناكل رنجة وفسيخ عشان الوقت اتأخر ان احنا رحنا نجيب ابنها سليم من المدرسة او من الحضانة، ما اعرفش بجد عشان ما بقاش يعني افتريت عليهم. وطلعتوا واتكلمتوا وقعدتوا وقلت ان احنا هصور لكم الفيديو ده عشان انتوا بتقولوا ان كنتوا لكم كتير ما بصور لكمش فيديوهات مع بعضينا من بعد المشكلة اللي حصلت. وكمان صورت الفيديو ورحت جبت ابنك وكل حاجة. احنا هنا في سؤال، معلش انت ياسمين لحد الان موجودة عندي بيت اهلك ليه؟ هو انتوا مش المفروض اتصالحتي انت وضني، وانت عارفه ان هو ضني اساسا بيحبك وان هو ما بيقدرش يستغنى عنك، واصل لدرجه ان هو ما بيعرفش يميز بينك ما بين الست الوالده، برغم ان والله يا ضني الام ما فيه بعد منها، ورضا الام فوق كل شيء. يعني حاول انك انت تميز بين ياسمين ما بين ام ضني، لان في الاول والاخر دي مامتك ودي صله رحم ودي ربنا هيحاسبك عليها، وبكره ما تعرف قيمه الكلام ده غير لما، يا جماعه ما بنعرف قيمه الحاجه غير لما بنفقدها. فطبعا ربنا يديها طولة العمر لمامتك، بس الست ام ضني وابوك، فدايما خليك موازي بين الكفتين، خليك مع امك وخليك مع مراتك وخليك في نفس الوقت موازي للاتنين، ودايما تبقى في صلة الرحم بتاعت اهلك على طول موصولة. لو انت لو كلمتهم كل يوم تليفون، لو رحت لهم كل اسبوع مرة، في الاول والاخر دي صلة رحم انك انت تعرف توصلها بينك ما بين امك وابوك وهم لما اعتقد ان هم يعني الناس بعد الحوارات اللي حصلت دول هم بيجوا يعني في حياتهم وانتوا في حياتك انت وياسمين. فخليكم حاول انك انت يعني تصلح توازي بين الكفتين علشان ربنا هيحاسبك على حاجة زي كده. إلا قطع الأرحام يا جماعة. يعني ما أتمنى ما حد أبدا 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 يحاول إنه ينصح حد إن هو يقطع حد ولا يبقى زي كده، فده صعب جدا يا ضني إنك أنت لازم تحاول توازي مامتك دي في موجودة في حياتك. ده يا جماعة يعني لما ربنا طبعا يطول في أعمار أمهاتنا كلنا يا رب، وربنا يرحم أمهات اللي متوفيين. لما الأم بتتوفى بيقوم ربنا سبحانه الله وتعالى يقول قوم يا ابن عبد اللي كانت بتدعي لك
وهي ربنا بيرزقك علشانها، خلاص روح يلا قوم اعمل بعملك، يعني قوم اعمل بعملك، ربنا يرزقك بعملك اللي انت هتعمله. ففي الاول والاخر يضني دي امك وده ابوك، وانت حاول انك انت توازي بين الاتنين، وبين في نفس الوقت برضو بين مراتك، وتحاول انك انت توصل ما بينهم، وتحاول انك انت تبقى القريب ما بينهم، وفي نفس الوقت ده انت ابنهم ولازم تبقى سندهم، ولازم تبقى في دعمهم. بالذات الجماعة الناس اللي بتبقى كبيرة في السن دي بتبقى محتاجة اللي يدعمها واللي يقف جنبها واللي يقف ويساعدها. فطبعا اكيد واللي انت بتعمله هتلاقيه انت عملت كويس مع امك وابوك، ابنك بكرة بعده هيعمل لك. فبيقول لك كما تدين تدان، لان الحاجة دي بتبقى موجودة على طول معانا. العمل اللي احنا بنعمله في الدنيا بيرجع لنا في الآخرة، وفي نفس الوقت بتطبق علينا منه ضعفه في الدنيا. فكما تدين تدان، انت معاك ابنك، فكما هتعمل مع امك وابوك ابنك هيعمل معاك زي ما انت عملت. فزي بقولك ايه، من زرع حصد. فانت زرعت الخير هتلاقي الخير، زرعت وصلة الرحم والوصل هيبقى ابنك يطلع يوصل لك رحمك ويوصل بيك وهيحبك وما يخليكش تزعل في يوم من الايام. لكن قطعت امك وابوك وزعلوا منك ولا قدر الله ماتوا غضبانين عليك، طبعا ربنا يديهم طولة العمر يا رب. فده هيبقى والله صدقني هيبقى سخط عليك جامد قوي. فحاول انك انت تصلح ما بين الاتنين وتساوي الكفة بتاعتك من كفة لكفة، علشان ربنا يقدم لك اللي فيه الخير ليك ويصلح من بينك. نرجع بقى لياسمين. ياسمين انتي لحد الان قاعدة في بيت اهلك ومشيتيش ليه لحد دلوقتي؟ مش خلاص انتوا اتصالحتوا وخلاص الموضوع انتهى؟ يا جماعة بلاش شغل الترندات على حياتكم الخاصة بيكم. والله صدقوني ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا عند ظن عبد بيا. فانت ظنيتي انك انت عاوزة مشكلة في حياتك فهتحصل لك مشكلة في حياتك. فبلاش وبلاش كل واحد يا جماعة يطلع بحياته الشخصية زيادة عن اللازم على اليوتيوب، وفي الاخر يرجع يقولوا اصلك ده حصل معانا، اصلك ده سوى، اصلك ده عمل حادثة. من كتر ما انتوا بتنشروا حياتكم. في ناس بتخش تشاهد فيديوهات يا جماعة بتبقى عندها حالة حرمان من العيلة، حالة حرمان من الحياة والظروف، عندها حالة حرمان من مثلا واحدة معاها جوزها تبقى كويس وبيعاملها معاملة طيبة. فالعين دي علينا حق، يعني العين دي علينا حق يعني. فخلينا نبقوا متوازيين حياتنا الشخصية فيها سرية شوية، يعني السرية شوية في حياتنا الشخصية. مش لازم ننشر غسلنا الوسخ، وفي نفس الوقت المتابعين ما ذنبهمش حاجة ان احنا دايما بنديهم الطاقات السلبية وبننشر لهم الحاجات الوحشة اللي في حياتنا. فدايما ننشر الحاجات الحلوة. وانت عارفة يا ياسمين ان ضني بيحبك وان هو ما بيقدرش يعيش من غيرك. وحاولي انك انت ترجعي بيتك وانك انت تحافظي على بيتك وانك انت كمان تمشي امورك على حسب ظروف حياتك ودنيتك. والدنيا دي هتمشي، والدنيا كده كده متفاتة محدش عايش فيها يا جماعة. فلله الامر من قبل ومن بعد. والله العظيم يا جماعة فعلا وحبايبي ومتابعيني المحترمين، الواحد يعني نفسي كل يوم يديكم الطاقة الإيجابية على القنوات دي. احنا نفسنا ان احنا نطلع نتكلم عن القنوات دي، نتكلم عليها دايما بالطاقة الإيجابية، وان هم الأمور بتاعتهم بتبقى الأحسن وفي تقدم. بس للأسف هم دايما بيطلعوا لنا الطاقات الوحشة، وفي نفس الوقت بيرجعوا يلوموا على قنوات النقد ان هم بيطلعوا يتكلموا عليهم. ليه؟ احنا بننتقدكم بأفعالكم وفيديوهاتكم. احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا من بيتنا، احنا بنجيب الفيديوهات اللي موجودة على القنوات بتاعتكم، وبنطلع الثغرات اللي انتوا بتتكلموا فيها والامور اللي انتوا بتتكلموا فيها. والله فعلا يعني من كل قلبي بتمنى لكل شخص ربنا يوفقه في حياته، ربنا يسعدكم جميعا. واللي كان آل داوود ربنا يوفق ما بينهم ويجمعهم مع بعض ويصلح ما بينهم يا رب. وفعلا يعني الأستاذ مستر عاطف طلع قال ان هو موضوع يعني آل داوود ان هو ماشي فيه بس مستني ان الموضوع يهدى. وكمان قال ان هو طارق كان قايل له ان في حاجات هو عاوز يوريها له كده. فمستر عاطف كمان بيقول يا جماعة انا الموضوع مش سايبه، والموضوع انا كمان همشي فيه، وان شاء الله ربنا هيصلح ما بينهم. وفي نفس الوقت بيقدم رسالة
للمتابعين وللقنوات ان احنا ان هي تهدى. بس احنا فعلا يا مستر عاطف احنا بنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي هي طالعه، هم اللي بينزلوا الحاجات دي يا مستر عاطف وهم اللي بينشروها. احنا بنتكلم عن الحاجات يعني بالنسبه لنا فيديو نزلته رانيا وزاهيه، انا عجبني الطاقه الايجابيه فيه. ويا رب يكون فعلا كلام زاهيه ده فعلا من قلبها، وفعلا هي ناويه فعلا تبقى كده، وان هي ان هما زي ما بتقول احنا اخوات، وان احنا اللي داخل ما بيننا خارج والكلام ده. وفي نفس الوقت بصراحة عجبني ان هي حذفت برضو الحاجات اللي على المنتديات للناس اللي هي بتشتم في اختها وبتغلط فيها. فدي يعني ممكن نقول خطوة ايجابية شوية عن الخطوات اللي هي كانت بتطلع بيها على طول. كانت بتطلع تلقح وعلى طول كانت بتقول كلام مش كويس، فدي حاجة كويسة. وفي نفس الوقت ام جنى ربنا يهديها على نفسها واللي هي الحاجات اللي هي بتعملها. والله يا جماعه فعلا من كل قلبي بدعي لهم ربنا يهديهم واللي هم بيعملوه ده، لان هي بتبقى فعلا حاجه مش حلوه خالص. وبنقولوا علينا وعلى المصريين صوره مش كويسه جدا. والله تعليقات كتير جدا بتكتبوها، في ناس كتير جدا بتكتب لي تعليقات وبتقول هم المصريين بياكلوا في بعض عشان الفلوس، والاخوات ما فيش اخوات، ما فيش صله رحم ما بينهم، وما فيش الكلام ده كله. والله يا جماعه معلش، دول ما يتسموش المصريين، لا يعني بجد فضلا وليس امرا، دول ما يتسموش المصريين. ولله الامر من قبل ومن بعد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله حبايبي.